هل سئمت من ارتفاع أسعار النفط ومن غلاء أسعار الوقود الذي تستخدمه في سيارتك؟ الحل بسيط، لتر من الماء، أي نوع من الماء، سواء كان ماء مالحا أو عذبا أو حتى شايا يابانيا. شركة جين باكس اليابانية كشفت عن سيارة جديدة وقودها الماء، ما عليك سوى الحفاظ على زجاجة ماء بحوزتك وإضافته من وقت إلى آخر إلى محرك السيارة. تقول الشركة ومقرها مدينة أوساكا غربي اليابان إن محرك السيارة معد خصيصا لتحويل الماء طاقة كهربائية. ننصح باستخدام هذا النظام كونه لا يتطلب بنية تحتية لإعادة شحن البطاريات فيه، الأمر الذي تجده عادة في السيارات الكهربائية. وفور إضافة الماء إلى محرك السيارة تقوم محركات الطاقة الجديدة بفصل الهيدروجين عن الماء وإطلاق إلكترونات أو شحنات سالبة، ومن ثم إنتاج طاقة كهربائية. الشركة تقدمت ببراءة اختراع وتأمل في التعاون مع شركات تصنيع السيارات والمحركات في المستقبل القريب، وتسعى الشركات الكبرى إلى استغلال ارتفاع أسعار النفط لتقدم للمستهلك بدائل أفضل تساعده على مواصلة حياته بكلفة أقل.